اللي فاكر كل التلاجات زي بعض واضح انه ما شافش تلاجات المتروكول، ومن هنا بتبدا الحكايه. ده المكان اللي بيطلع منه الاف التلاجات اللي بتخدم كل المشاريع، والبدايه بتبدا من هنا، من اول كل قطعه صاج بتتقطع وبتتشكل على السي ان سي وتقطيع هيدروليكي بالكامل. لو هنتكلم النهارده عن اللحام فاحنا عندنا فريق متخصص في اللحام بيلحم لحامات بالكامل من الارجل. وعشان نحول الفكرة على أرض الواقع تكون فكرة حقيقية ومنتج ملموس، لازم نتكلم عن الجزء بتاع الديزاين والرسم. في المتروكول احنا مش مجرد تصميم على الفاضي، لا احنا هنا بننتج حاجه مش موجوده في السوق. هنا بيتم تصنيع ثلاجات المميزه، اي حاجه وخلاص. تفرق كتير ما بين تصميم عادي، تصميم شعبي، تصميم مميز VIP، تصميم ملوش اي قيمه. المتروكول هنا الثلاجات تصنع عن طريقه علميه ودقيقه، اي تصميم خلاص. هنا يتم تصميم بالحرف وبالمقاس اللي يطلبه العميل، بالفكر، النظام، بالعلم. هنا ثلاجات المتروكول. لو هنتكلم على المرحله دي فهي من اهم المراحل، مراحل التجميع والعزل. العزل عندنا من ماده البوليوريثان الصافي، يحافظ على درجه الحراره والتبريد الداخليه وموفر للكهرباء. وقبل اي ما ثلاجه بتخرج من المصنع لازم بتخضع لمعايير الكفاءه والجوده، راجع على جوده التشطيب وجوده الاضاءه، واهم حاجه بالنسبه لنا جوده وكفاءه التبريد. وبالنسبه لمراحل التصنيع في التبريد عندنا بتكون مختارينها باعلى معايير في الجوده، من اول الكباس لحد الكوندنسر لحد الكويل، مع رعاية كاملة طبعا لتسليم الثلاجات بأفضل شكل ممكن لمنافستها بالنسبة للسوق الأوروبي والمحلي كمان. بعدها بنيجي لأهم مرحلة التشطيب النهائي لتسليم العميل بأفضل شكل ممكن، مرحلة الدهانات. وبالنسبة لنا أهم مرحلة كمان اللي بتظهر جميع المنتجات الداخلية، مرحلة الإضاءة. النهارده احنا مش مجرد مصنع وخلاص، احنا بنبني صداقة وصناعة مع العميل. نتشرف بالعميل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. ايه رايك في التعامل معانا؟ لا، التعامل كويس جدا والجوده كويسه والسعر منافس الصراحه. تمام، حتى التسليم في ميعاده. تمام. الثلاجات دي رايحه فين؟ رايحه السودان. تمام، بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى ما يكونش اخر تعامل. لا، مش هاخد تعامل ان شاء الله. شكرا جدا.